بودكاست. تعالوا زي ما قلت لكم ان احنا يعني هيبقى معانا الاستاذ محمد بيومي خبير اللوائح الدوليه. استاذ محمد اهلا بيك معانا. اهلا استاذ ريان، كيف الصحه؟ استاذ محمد يعني اولا علي صوتك بعد اذنك. حاضر. كده كويس. كده كويس. ويعني كان معايا الكابتن سمير عبد التواب وكيل اللاعبين دلوقتي بيقول انه في محامي اسباني قال له معلومه هو مش متاكد منها. مؤدى المعلومه دي انه اذا لم يعود نشاط الكره لغايه شهر يناير اللي جاي من حق اللعيبه فسخ تعاقداتها ويبقوا لعيبه فري يروحوا يلعبوا في اي حته بدون الرجوع للانديه ولا اتحاد الكره المصري. معرفش المعلومه دي صحيحه ولا لا، حابين نتاكد. لا، ده في صحيح اكتر من كده كمان. وانا من فتره طويله كنت في برنامج وقلت حاجات معينه بالنسبه لهذا الموقف اللي بتمر به الانديه، ولكن للاسف لم ينتبه احد. بص حضرتك، الموقف من اخطر ما يمكن في كره القدم المصريه تحديدا، لان اذا انهارت الانديه انهارت كره القدم. وطبعا زي ما حضرتك عارف الانديه دي عليها أعباء مالية. هذه الأعباء المالية مرتبطة بتنفيذ المسابقات، لأن تنفيذ المسابقات مرتبط بالدخل. طيب، توقفت المسابقات وتوقف الدخل، كيف ينظم العلاقة بين اللاعب والنادي في مثل هذه الحالة؟ وما هي حقوق اللاعب وما هي حقوق النادي؟ وما هو موقف الاتحاد في إدارة مثل هذه المشكلة الكبيرة أو الورطة الخطيرة؟ أول شيء، طبقا للوائح، النادي إذا هبط إلى الدرجة الأدنى يحق للاعب والنادي أن ينهي عقد اللاعب. يعني يحق للنادي أن ينهي العقد ويحق للاعب أن يطلب إنهاء العقد وفق ضوابط. انا بقول لحضرتك الجزئيه دي ليه؟ لان احنا هناخد حاجه بالقياس. لان الجماعه في اتحاد الكره عندنا قالوا احنا سالنا الفيفا قال لا. كويس. زي بالظبط واحد راح يسال شيخ يقول له ينفع اصلي الظهر وقت العصر؟ هيقول له لا. لكن اذا على سفر فطبيعه السؤال اللي سئل من اتحاد الكره المصري في هذا الوقت كان سؤال ساذج وغير واضح وغير مفهوم. لما بعتوا للفيفا قالوا فيما يتعلق بتنظيم العلاقه بطريقه معينه. المهم، لوائح الفيفا بتسمح اذا النادي نزل الى الدرجه الادنى ان النادي ينهي عقد اللاعب. اذا النادي انهى عقد اللاعب يسقط حق النادي بالتعويض. خلي بالك. لكن إذا اللاعب أنهى العقد يحق له، ولكن يحق النادي تعويض. واضح ولا نشرحها الحته؟ باينه. يعني ان هو اذا النادي هبط الدرجه الثانيه يبقى اللاعب فري ومالوش النادي حق ان هو النادي المصري الوقت نزل للدرجه الثانيه. خلاص، من حق النادي المصري ان ينهي عقد اي لاعب، ولكن يسقط حق النادي المصري في التعويض. لان النهارده لما بننهي عقد اللاعب، انهاء المبكر لعقد اللاعب او انتقال لاعب اثناء سريان عقده، النادي يستحق تعويض. تمام. فالنهارده هنا لاعب قال له والله انا لاعب مستواي كبير، ما انتوا النادي نزل الدرجه الادنى، انا ما اقدرش استمر، انا عاوز انتقل. نقول له اتفضل شوف مين النادي اللي عايزك. النادي اللي عايزه والله طب احنا محتاجين تعويض مثلا 2 مليون. كويس. النادي اللي هياخده قال له لا، انا مش هقدر ادفع لك 2 مليون دول. ينتقل اللاعب ولا يقف النزاع حول القيم الماليه عائق امام انتقال اللاعب، ويتم التفاوض. ما اتفقوش، الاتحاد الاهلي بيفصل بين الاثنين طبقا لمعايير كثيره. موضوع تاني. احنا خلينا في موضوعنا زي ما احنا. طيب، لو اخذنا احنا بالقياس توقف المسابقه، كويس، هو نفس الموقف في انهيار، بل مش انهيار، يعني انعدام الموارد الماليه بالنسبه للنادي. والنادي مرتبط بعقود مع اللاعبين، واللاعبين عاوزه تنفيذ هذه العقود. كيف يتم تنظيم هذه العلاقه بين اللاعب والنادي؟ اول حاجه، تنظيم هذه العلاقه مسؤوليه الاتحاد الاهلي.
طبعا الجماعه عندنا في اتحاد الكوره لانهم ناس مش فاهمين وما بيعرفوش حاجه وغلابه على قد حالهم. معلش انا مش بهاجمهم، ولكن دي الحقيقه، ده الواقع المؤسف، ان الناس اللي بتدير عندنا الكوره في مصر ناس ما بتفهمش. بعدين معلش ما تزعلش، يعني انا والله مش بهاجم، ولكن دي حقيقه. ماشي، فدي مسؤوليتهم. ازمه، مين اللي يدير الازمه دي؟ مش الاتحاد المعني؟ ايوه، هم اللي فكروا في حاجات ثانيه وسايبين الامور دي. المهم بيجي هنا الاتحاد الاهلي نظرا لان الانديه بتمر بظروف صعبه، كويس، بيقول لهم ان كنتوا من حقكم ان كنتم تخفضوا قيم عقود اللاعبين بما يتناسب مع قيم انخفاض الدخل. طبعا دي اللي سالوا فيها الفيفا، كويس، بس هم سالوا الفيفا سؤال غلط النهارده: هل من حق النادي تخفيض قيمه عقد اللاعب؟ ايوه من حق، كويس، لان في الثورات والبراكين والاحداث الطبيعيه، كويس، اي شيء يؤثر على الدخل في كره القدم النادي ملوش ذنب. ايه ذنب النادي ان المسابقات توقفت وان عدم الدخل؟ فاذا من حق النادي ان يخفض قيمه عقوده مع لاعبيه بما يتناسب مع قيمه انخفاض الدخل. يعني انخفض دخل النادي بنسبه 50%، فمن حق النادي انه يخفض بنسبه 50%، ولكن هذا مشروط. خلي بالك، مش في المطلق. يعني احنا عندنا في كره القدم مفيش مطلقات. لما نقول اي حاجه لها شروط، ومن حق اللاعب ان يقبل او يرفض. طب ازاي؟ نفترض اللاعب سين النادي قال له انت والله عقدك نص مليون، احنا انخفضت الايرادات عندنا، عقدك هيبقى 250,000. كويس، في السنه اللي حصلت فيها المشكله، مش في العقد كله. فاللاعب قال انا مش موافق على هذا الكلام، انا عاوز امشي. قول له اتفضل امشي، مع السلامه، شوف النادي اللي عايزك. النادي اللي عايزه عليه ان يدفع تعويض يتناسب مع قيمه هذا اللاعب ومع الموقف والوضع المالي للنادي في هذه المرحله، كويس، ويمشي اللاعب. طيب اذا ممكن ناس بقى بتستغل الامور دي استغلال معين، كويس، اذا مش اللاعب على سبيل الاعاره هيمشي بقيمه معينه، اذا مش اللاعب على طول يمشي بقيمه ثانيه. اذا الانتقال محلي، يعني لاعب مثلا هيطلع من الاسماعيلي يروح الزمالك، يبقى مسؤوليه اتحاد الكره المصري يحدد. طيب اذا اللاعب هيروح بره، من حقه انه يروح بره، بس على الاتحاد الاهلي ان يدعم موقف ناديه حفاظا على مستحقاته الماليه، مش يسارع بمنح شهاده الانتقال دون ان يحفظ حق ناديه المالي زي ما حصلت بعض الحالات. طبعا انا بقول لحضرتك الموضوع، يعني بحاول يعني اقلل او اختصر، لكن هو الموضوع معقد مش سهل، لان اصعب شيء في كره القدم هو تحديد قيمه اللاعب عند انتقاله والمعايير اللي بتتبع ذلك. دي عمليه صعبه جدا ومعقده بتحتاج خبراء وناس فاهمه. طبعا اتحاد الكره في مصر ما عملش اي حاجه من الحاجات دي، وسايب الانديه تنأى بهذه الديون والمظالم، والانديه مش على شفا الانهيار، هي انهارت فعلا. انت عارف حضرتك، يعني احنا موقفنا زي ايه؟ زي واحد تاجر بيتعرض لخساره عموما، يعني بقت عليه ديون كتير جدا، فعاوز يرجع يستأنف تجارته مش قادر. كويس، بالظبط ده موقف الانديه عندنا، ودي نقطه ما حدش منتبه لها. يعني هم الوقت بيفكروا لك عوده الدوري، ماشي، حتى لو رجع الدوري النهارده الايرادات انخفضت انخفاض كبير، وفي مشاكل ضخمه جدا بين الانديه واللاعبين، واتحاد الكره لم يتخذ اي اجراء او اي اجراءات احترازيه او قرارات لتنظيم العلاقه. الموضوع يعني صعب، يعني وصلوا الانديه لموقف في منتهى الصعوبه، مش عارف هم هيعالجوه يعني ازاي، وهم قاعدين، عارف بالظبط هم اتحاد الكره عاملين زي ايه؟ منطقه كده في البحر كلها اسماك قرش، خلاص هم مش عارفين، طب يقوموا فيها. بالظبط، يعني مش عارفين خطوره الموقف اللي فيه الانديه الوقت، انهيار بكل ما تحمل الكلمه من معنى، وهيعالجوا هذا الانهيار ازاي؟ ده محتاج جهد وسرعه في العلاج.
يعني ارجو اكون اوضحت يعني، لكن يجوز تخفيض قيم عقود اللاعبين. طب استاذ محمد، واضح ان الحكايه عايزه قعده، يعني عايزه يعني زياره لينا هنا في الاستوديو، ويبقى عندنا وقت اطول كمان ناخد يعني اراء او ناخد تساؤلات من المستمعين، لانه واضح ان الحكايه عايزه فرد اكتر. ف يعني هسيبك في الاعداد مع زميلنا عريان. هقول لك كلمه اخيره. اتفضل. بس يعني عشان يعرفوها، ارجو انهم يسمعوها. طالما أندية كرة القدم بخير في أي بلد، فكرة القدم بخير في هذه الدولة. طيب خليني بس يعني اخد منك الإجابة على السؤال او على المعلومة اللي كانت وصلت، انه من حق اللعيبة انها تفسخ عقودها في يناير القادم لو لم يعود نشاط الكرة. دي معلومة حقيقية؟ طبعا بشروط، مش في المطلق. والأندية تستحق تعويض. يعني الناس تروح تلعب، وبعد كده الأندية تاخد تعويضات من الأندية اللي هتنتقل لها اللاعبين دول. طيب هو اللي واحد بتقول 3 شهور ما خدش في مرتباته بيحاول ينتقل. تمام، اللائحة واضحة يعني. طيب خلينا، علشان المسألة بقى زي ما قلت لك محتاجة ان احنا نقعد ندردش بشكل مفصل اكتر، مش هتنفع طبعا على التليفون. يعني خليك مع زميلنا عريان، يعني نحدد موعد ان شاء الله تبقى تزورنا في